السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ هنتكلم النهاردة عن التعديلات الواردة في قانون الجنسية. قانون الجنسية كان بيحدث نوع من أنواع التمييز ضد المرأة. ازاي؟ يعني مثلا لو الرجل الأجنبي اللي عايش في مصر وكان أصله مصري، يعني أحد أجداده أحد آبائه مصري، أصله مصري، وأنجب ولد في مصر، كان هذا الولد بيتجنس بالجنسية المصرية. طب المرأة الأجنبية اللي هي من أصل مصري إذا أنجبت ولد في مصر لم يكن يعترف القانون بابنها، القانون القديم. فجي القانون الجديد وأعاد هذا الوضع إلى نصابه وأضاف كلمة أو المرأة الأجنبية إلى متن المادة، فأصبحت المرأة الأجنبية اللي هي من أصل مصري إذا ولد لها ولد في مصر بيتجنس بالجنسية المصرية على قدم المساواة مع الرجل الأجنبي اللي هو من أصل مصري. طيب الرجل الأجنبي